اليوم غادي ناخدوكم في واحد الجولة خاصة من ملعب مولاي الحسن في الرباط. واحد الملعب اللي كيعيش اليوم وحدات ديال التجديد والتطوير بحماس كبير. ولكن السؤال المطروح، فين وصلت الأشغال في هذا الملعب بالضبط؟ واش غادي يكون فعلا في المستوى المطلوب باش يستضيف مباريات قوية في كأس إفريقيا 2025؟ واش فعلا هذا الملعب غادي يكون مفاجأة مغربية جديدة ضمن خطة كبرى ديال بلادنا نحو تنظيم كأس العالم 2030؟ خليونا نفصلوا في هذا الموضوع ونمشيو معاكم خطوة بخطوة حتى نكتشفوا كل صغيرة وكبيرة على هذا المشروع. الصور الأخيرة اللي وصلت من ملعب مولاي الحسن كتحكي لنا بزاف. أول حاجة كيبان العين هو الأرضية. العشب الطبيعي ديال الملعب كيتسقى بعناية، والآلات خدامة في الليل والنهار باش يحافظوا على اللون الأخضر الزاهي. أي واحد كيشوف هذا المشهد كيعرف بلي المسؤولين عطاو أولوية قصوى لجودة الميدان. راه الماتش ما كيتلعبش غير بالكراسي والمدرجات، ولكن أول صورة كتاخدها الجماهير واللاعبين هي الأرضية. تاني ملاحظة هي المدرجات. عملية تثبيت الكراسي كتوصل لمراحل متقدمة بزاف. الكراسي الحمراء والخضراء مرسومين في المكان ديالهم بعناية وكيندمجوا بشكل فني رائع مع هوية المغرب. واللي كيزيد المشهد جمالية هو التوزيع ديال الألوان اللي كيعطي واحد التصميم يشد العين ويعكس راية البلد في المدرجات. ثالث نقطة هي الأشغال في الهيكل العلوي. العوارض الحديدية اللي غادي تحمل السقف كيتثبتوا، وكيتبان بوضوح كيفاش الملعب غادي يولي عنده تسقيف جزئي يغطي جزء كبير من الجماهير. هاد الخطوة ماشي غير تجميلية، ولكن كتضمن راحة المتفرج في الظروف المناخية المختلفة، الشمس، المطر وحتى الرياح. وبركة ما نساو التفاصيل التقنية. المداخل والمخارج ديال الملعب كيتجهزوا بطريقة عصرية باش تسهل حركة الجماهير. فضاءات خاصة بالإعلاميين كيتم بنائها بمعايير حديثة مع قاعات مجهزة لنقل المباريات بشكل احترافي. حتى أماكن خاصة باللاعبين، يعني غرف تبديل الملابس، كتكون فيها تجهيزات عصرية من دوش، قاعات إحماء وحتى فضاءات صغيرة للاستراحة. بالرغم أن ملعب مولاي الحسن ماشي من الملاعب الكبيرة في المغرب، حيث الساعة ديالو متوسطة مقارنة مع ملاعب بحال مولاي عبد الله أو ملعب طنجة، إلا أنه عنده ميزة خاصة: تصميم حديث، تجهيزات متطورة، وموقع استراتيجي في العاصمة الرباط قريب من أكبر المرافق. المغرب واعي بزاف أن كأس إفريقيا 2025 خاصها بنية تحتية متكاملة، وملعب مولاي الحسن غادي يلعب دور مهم في هذه الخطة. راه الهدف ماشي يكون كل ملعب ضخم، ولكن يكون كل ملعب عنده وظيفة محددة. ملاعب كبار بحال مولاي عبد الله غادي يستقبلوا الماتشات الكبار، وملاعب بحال مولاي الحسن غادي يكونوا واجهة لمباريات أخرى مهمة ويعطيو تنوع في التنظيم. وهنا غادي نوقفوا ونسولوا راسنا، ملعب مولاي الحسن واش غادي يكون فعلا في المستوى المطلوب؟ واش الأشغال غادي تسالي في الوقت باش يعطيوه للكاف ويكون واحد من الملاعب الرسمية في كأس إفريقيا 2025؟ المؤشرات كلها كتعطي جواب واحد: نعم. المغرب اليوم كيبني الثقة ديالو خطوة بخطوة، من الأشغال في مولاي عبد الله لطنجة لفاس لكازا حتى الملاعب متوسطة بحال مولاي الحسن. كل مشروع كيدخل في خطة كبر، والهدف النهائي واضح: إفريقيا 2025 تكون ناجحة، والمونديال 2030 يكون تاريخي. الجماهير المغربية كيبقى عندها الشغف وكيتسناو اللحظة اللي يدخلوا للمدرجات ويكتشفوا الملعب بحلة جديدة. وإلا خدينا بعين الاعتبار الجدية اللي كاينة في هذه الأشغال، نقدروا نقولوا بكل ثقة مولاي الحسن غادي يكون مفاجأة سارة. خليو لينا آراءكم في الكومنتيرات. واش نتوما كتشوفوا بحالي أن مولاي الحسن غادي يكون من الملاعب اللي غادي تفرح الجماهير في كأس إفريقيا 2025، أو لا كتظنوا أنه غادي يبقى ملعب عادي؟ ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم باش نوصلوا الصورة لأكبر عدد من الناس. وبقاو ديما أوفياء لينا، راه عندنا معكم جولات أخرى في ملاعب أخرى. كان معكم فريق أنور ستاد، نتلاقاكم قريبا في حلقة جديدة، والسلام الله عليكم.